السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك. عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. أنا هكلمكم بكل صراحة. الحرب اللي على إيران دي، الحرب اللي قايمة على إيران دي حرب على الإسلام. الحرب اللي قايمة على إيران دي حرب على الإسلام وليس حرب على دولة. ليه؟ لأن أنت حاربتهم يوم 10 رمضان، وقبل كده حاربت صدام وأعدمته أول يوم في العيد الأضحى المبارك. ده برضه يثبت كلامي إن أصلا الحرب دي دايرة، دي حرب على الإسلام، وهي إيران أصلا مش هتسيطر على المنطقة زي ما هما بيقولوا وبيتحججوا، ولا عدوة العرب ولا عدوة المسلمين. أنا مش بحب إيران على فكرة ولا بتعاطف معاها، أنا بتكلم على أمر عقلاني كده بالمنطق كده. هي إيران عمرها ما كانت هتسيطر على المنطقة ولا كان لها أطماع، ولكن دي حجج عشان الأمريكان يدخلوا بيها في حرب إيران. إيران هي بس كل القصة إن هي كانت عدوة لإسرائيل فقط، هي عدوة للكيان، وهي عايزة تنصر المسلمين على الكيان. بس ادي كل القصة. فيها بترول، فيها بترول، وامريكا طمعانة في البترول وكل حاجة معروفة والدنيا جميلة، ولكن الموضوع اصلا حرب على الاسلام اولا، وبعد كده اطماع في ثروات المسلمين والعرب والخلايجة. هتيجي تقول لي دول الخليج عاملة قواعد عشان تحميها. هقول لك القواعد دي معمولة عشان تحمي المصالح الأمريكية فقط، وليس معمولة عشان تحمي دول الخليج ولا الدول العربية. وبالدليل إن هم أصلا بيحموا نفسهم ومش عارفين، وفي نفس الوقت بيحموا نفسهم أولا ثم بيحموا دول الخليج. هات لي كده دولة خليجية أمريكا حمتها بتدور على إن هي تهجم على إيران إزاي وإن هي تحمي إسرائيل إزاي. خدت كل أغلبية الدفاعات ودتها للكيان عشان تحمي الكيان من الصواريخ اللي جايه عليه. ولكن الدول العربيه يا باشا خليك في اخر الخط، خليك بقى لما حد يعبرك. هو احنا ليه ما نجمدش قلبنا ونطرد القواعد الامريكيه من الشرق الاوسط؟ هيحصل ايه يعني؟ هتموتوا من الجوع ولا هتموتوا من الخوف؟ ما انتوا كده كده ميتين. وعلى فكره انتوا عندكم جيوش في الدول العربيه، لو عملنا جيش عربي موحد ولا امريكا ولا اتخن من امريكا يقدر يدوس برجله عندنا، ويبقى عندنا الحمايه وعندنا الفلوس وعندنا الجيوش وعندنا السلاح وعندنا كل حاجه. بس عندنا حاجه ثالثه اللي هي بس عاوزين نشيلها من عندنا، اللي هي الجبن. الجبن بتاع الدول العربيه والدول الخليج، انا بقولها كده واللي يزعل مني يزعل. احنا نشيل بس الجبن، كل حاجه موجوده عندنا والجبن موجود، نشيل الجبن هيبقى كل حاجه موجوده وهنبقى شجعان. احنا محتاجين شويه شجاعه عشان نقدر نحمي انفسنا، وعندنا ثرواتنا وعندنا سلاحنا وعندنا جيوشنا وعندنا كل حاجه. ناقصنا ايه؟ ناقصنا ان احنا نشيل الجبن بس مننا، نشيل الجبن من الدول العربيه ودول الخليج، ونعمل جيش موحد، جيش عربي موحد، واللي يحصل يحصل، ونتجرأ كده ونبقى رجاله كده. سيبنا من الجبن بقى، وسيبنا من الانتخه والقعاد في التكييف دوت، وان انا اجيب حد يعمل لي قواعد عشان يحميني. ما تحمي نفسك يا عم، انت عندك سلاح وعندك جيش وعندك فلوس تقدر تشتري بيها احدث الاسلحه. انت بالعكس ما بياخدوا منك بال5 تريليون دولار، وفي الاخر ما بيعرفوش يحموك ولا بتعرف ترجعهم. هات لي كده واحد مواطن ولا مسؤول عربي ولا خليجي يقدر يرجع الجنيه دفعه لامريكا؟ ما يقدرش. ليه؟ عشان هو اصلا بيدفع جبايه، دي اسمها جبايه، دي اسمها فرده، وليس استثمار وليس حمايه لدول الخليج ولا الدول العربيه، دي اسمها فرده. هما بياخدوا عليكم فرده، بياخدوا عليكم جبايه، وانتوا جبنه ومش قادرين تردوا ولا قادرين توقفوا ده. دي الحقيقه اللي قليل قوي اللي هيقولها لكم، ومحدش هيتجرأ يقولها لكم، وانا كمواطن عربي شريف بقولها لكم، واللي يزعل مني يزعل. دي اسمها جبايه وفرده بياخدوها عليكم، وانتوا جبنه ومحتاجين شويه شجاعه عشان تستخدموا القوه اللي عندكم والثروه اللي عندكم صح.
تستخدموا القوة اللي عندكم والجيوش اللي عندكم والسلاح اللي عندكم وتحموا ثرواتكم ويبقوا ثرواتكم ليكم انتوا بس. انا بقول الكلام ده انا بحبكم، مش بقول الكلام ده انا زعلان، انا بكرهكم، انا بحبكم وعاوزكم تبقوا يد واحدة. انتوا قوة عظمى بس مش دريانين، انتوا عايشين بس في الخلافات اللي ما بينكم، شغلة عيال صغيرة هي. كل واحد عاوز يعمل هو الزعيم وكل واحد عاوز يعمل هو القائد ليقود المنطقة. احنا مش عايزين كده يا عم، اعملوها بالانتخابات، شوفوا مين الدولة اللي هتقود المنطقة واعملوا استفتاء شعبي للشعوب كلها، اختار دولة من عدد الدول دي ان هو يقود الحلف العربي المتكامل، حلف عربي متكامل، جيش واقتصاد. تمام كده. ولو انتوا بقى بتتخانقوا على حتة مين اللي هو يبقى الزعيم ومين اللي هو يبقى الكبير، لا، يعملوا استفتاء شعبي لكل الدول العربية والخليجية على مين الدولة اللي هتقود المنطقة، يبقى الشعوب هي اللي اختارت الدولة اللي هي اللي تكون القائد. في اكتر من كده؟ وممكن تعملوا استفتاء دولي، يعني استفتاء دولي وندخل فيه الدول الأوروبية والدول العربية كلها، برضو مين اللي يقود المنطقة، مين الدولة اللي تقود المنطقة، الدولة العربية اللي تقود العرب وتقود المنطقة. بس لو هي دي اللي انتوا خايفين منها وكل واحد عاوز يعمل فيها زعيم، ما هي المشكلة الخلافات اللي بينكم دي عاملة زي العيال الصغيرة اللي في الحضانة، بيتقمصوا من بعض، اسمها قمصة دي، شغل العيال الصغيرة اللي هي تتقمص. احنا عايزين نشيل الحتة دي بحكاية ان كل واحد عاوز يعمل فيها زعيم وكل واحد عاوز يعمل فيها كوماندا، لا، احنا عاوزين مين اللي يصلح انه يبقى كوماندا او زعيم للمنطقة ويقودها للخير. عاوزين الحل ان انتوا تعملوا استفتاء شعبي لكل الشعوب العربية، يختاروا دولة هي اللي تبقى الكبيرة في المنطقة وهي اللي تقود العرب وتبقى مسؤولة عن العرب كمان، يعني لو اي غلطة هي تتحاسب عليها. في اكتر من كده؟ هو ده الموضوع، مش الموضوع ان احنا نتخانق عشان حاجات هبلة، ومين اللي هيقود المنطقة ومين اللي هيمسك ومين اللي هيعمل فيها كبير ومين اللي هيعمل فيها زعيم ومين مش عارف ايه. ده كله كلام فاضي ومضيعة للوقت. احنا محتاجين ان احنا نفكر شوية، محتاجين ان احنا نشغل دماغنا ونستغل ثرواتنا ونستغل جيوشنا القوية واسلحتنا الحديثة، نعمل جيش عربي موحد قوي هيبقى اكبر من حلف الناتو بتاع شمال الاطلسي. احنا هنبقى حلف عربي اقوى من اي حلف في العالم. ليه؟ انت لو عملت حلف عربي اسلامي كمان هتبقى افظع، هتبقى عندك اكتر من 52 دولة باقتصادهم بسلاحهم بجيوشهم بهم يد واحدة. حلف شمال الاطلسي تقريبا حوالي 30 دولة، انت هتبقى اكتر من 52 دولة، حلف عربي اسلامي موحد اقتصادي وعسكري. حد يقدر يناقشني في الموضوع ده يقول لي انت غلطان ولا انا كده بتكلم في الصح؟ انا مواطن عادي، مواطن عادي زي اي مواطن، عاوز العرب وعاوز الدول العربية والإسلامية والخليجية يبقوا بخير ويبقوا أقوى ناس وأحسن ناس. فأنا بقول لكم على حل بتاع راجل بسيط. أظن إن الحلول دي برضه قالوها السياسيين والناس المتخصصين، في الآخر برضه محدش يهتم. طب ليه؟ ما تيجي نعمل جيش عربي موحد ونعمل اقتصاد عربي موحد، اقتصاد عربي موحد إسلامي، اقتصاد عربي إسلامي موحد، جيش عربي إسلامي موحد. شوف انت بقى هتبقى عامل ازاي بعد ما تعمل ده. اولا ما حدش يقدر يعتدي عليك، ثانيا هيبقى كل خيراتك بتستفيد منها، عندك كنوز اصلا، هم الغرب اصلا بيستفيدوا من الكنوز بتاعتك والخيرات اللي عندك. اوعى تقول لي ان انت بتستفيد اكتر منهم، هم بيشتغلوا بفلوسك وبيشتغلوا بخيراتك وبيشتغلوا بكل حاجه. حتى القواعد اللي عاملينها عشان تحميك هم اصلا عاملينها عشان تحمي مصالحهم، بس الاسم ان هم عاملينها ليك انت تحميك، وبياخدوا منك فلوس ليها، بياخدوا منك ايجار ليها وبياخدوا منك، دي اسمها جبايه، وبيضغطوا عليك ان انت تستثمر عندهم عشان انا حميك بالقواعد اللي عندي. بس هو في النهايه هو كلمه استغلال، هو بيستغل كل حاجه عندك وبيستغل كل الخير اللي عندك وبيستغل حتى القواعد اللي عاملها هو عاملها عشان يعرف يستغلك كويس ويضغط عليك.
ما انت لما فيش قواعد عندك مش هيجي يقول لك تعالى غصب عنك استثمر عندي 5 تريليون دولار. لما فيش قواعد عندك، الحرب بتاعت ايران دي ما حدش هيضرب عليك طلقه. هي ايران بتضرب عليك ليه؟ بتضرب على القواعد الامريكيه، بتضرب على الامريكان عندك وعلى الجيش الامريكي، مش بتضرب عليك انت. وهي اصلا اسرائيل وامريكا قاصدين كده عشان يجروكم في الحرب، بس انتوا دفعوا وما تدخلوش في الحرب دي، ما تهجموش على ايران عشان هي دي اللي عايزينها الامريكان وعايزينها اليهود. اوعوا تحاربوا ايران، اوعى مسلم يحارب مسلم مهما حصل ومهما اختلف معاه في العقيده واختلف معاه سياسيا. اوعى مسلم يحارب مسلم ايا كان عقيدته، لان في الاخر كلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. من الاخر كده، سواء شيعه او سنه او اي طائفه اسلاميه، هم في الاخر بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هم عاوزين يوقعونا في بعض، خلي بالكم يا جماعه، هم عاوزين يوقعونا في بعض وعاوزين يلبسونا في بعض وعايزيننا ناكل في بعض وعايزين يستغلوا ثرواتنا ويستغلوا جيوشنا ويستغلوا كل حاجه عندنا لمكاسبهم هم. لكن مفيش حد بيعمل حاجه عشان مكاسبنا احنا. مفيش حد، هم بيستغلوا كل حاجه عندنا عشان يكسبوا هم منها. خليكم فاهمين الحته دي كويس، وخليكم فاهمين ايه اللي بيتم والفخ اللي معمول للدول العربيه والدول الخليجيه. ده فخ معمول للدول العربيه والدول الخليجيه. من الاخر كده هم عاوزين يحموا الكيان المحتل. كل اللي بيتعمل ده عشان يحمي الكيان المحتل، وعشان امريكا تستغل الخيارات اللي عندكم. ضربت العراق وخدت البترول، فدخلت على فنزويلا وخدت البترول، وبتضرب ايران وهتاخد البترول اللي في جزيره خرق اللي هي معموله دي. اصلا الهدف منها ضربت الدفاعات اللي فيها، بعد كده هتنزل بقوات على الارض عشان تسحب البترول وتاخده عندها. من الاخر كده، عرفتوا ليه؟ لان هم لو عايزين يدمروا ايران كانوا ضربوا البترول. هم ما بيضربوش البترول وامريكا طلبت من الكيان ان هم ما يضربش في البترول عشان هم عايزين ياخدوه. انتوا مش فاهمين اللعبه ماشيه ازاي لغايه دلوقتي؟ يعني حاولوا تفهموا قبل ضياع الاوان، قبل فوات الاوان. الاوان لو فات خلاص انتوا كده هتبقوا عبيد للامريكان وعبيد للصهاينه. ده الاوروبيين بداوا يفوقوا يا جدعان، الاوروبيين بداوا يفهموا اللعبه وبداوا يفوقوا. انتوا مش عايزين تفهموا؟ الاوروبيين نفسيهم بداوا يفوقوا، طلبوا منهم ان هم يحموا مضيق هرمز ويبعتوا قوات، قالوا لهم لا. يعني الاوروبيين نفسهم بداوا يفوقوا ومش وبيهربوا من ان هم يقعوا في الفخ بتاع الحرب. انتوا هتوقعكم في بعض وتخلي المسلمين ياكلوا بعض. يعني انا مش فاهم القصه بتاعتكم ايه. انتوا هتفوقوا امتى؟ هتفوقوا لما الدول العربيه والدول الخليجيه كلها تحتل، ولا هتفوقوا امتى بالظبط؟ فهمونا القصه عشان نبقى عارفين انتوا هتفوقوا امتى. دلوقتي كل الدفاعات معموله عشان تدافع عن الكيان بس، وانتوا عمالين تتضربوا. ومش بعيد يكون الضربات اللي جايه عندكم دي نصها جاي من عند الكيان عشان تعمل وقيعه بينكم وبين ايران، توقع الدول الاسلاميه ببعض والدول العربيه ببعض. فوقوا قبل فوات الاوان، عشان كده الدنيا هتخرب ومش هنلحق نلمها. واخدين بالكم؟ فوقوا قبل فوات الاوان عشان الدنيا هتخرب ومش هنعرف نلمها. دي قلت لكم ننسى الجبن شويه ونتعلم الشجعان، نبقى شجعان عشان نبقى دول قويه. حلف عربي عسكري واقتصادي وسياسي موحد، اسلامي كمان، عربي، حلف عربي اسلامي اقتصادي عسكري سياسي موحد. وشكرا.